محمد اكشن. انت صورتك لا اصلا حبيبي عامل ايه؟ السلام عليكم يا مادة. والله الظروف كلها كانت ضدنا. يمكن من اول ما خرجنا. السلام عليكم، عامل ايه اخبارك؟ من اول ما خرجنا من مصر حاسس ان الظروف كلها ضدنا. يمكن الحمد لله ان احنا رجعنا السودان، عملنا ماتش والدفاع من اول 10 دقايق بنلعب. لعيب مهم جدا بالنسبه لنا. الله، فالموضوع بالنسبه لنا كان صعب قوي. السلام عليكم، شكرا. الموضوع بالنسبه لنا كان صعب، بس الحمد لله يمكن اللعيبه تعبت واجتهدت على قد ما قدرت رغم الظروف الصعبه اللي احنا عشنا فيها. واعتقد الناس كلها عارفه الظروف اللي احنا عشنا فيها. كابتن، شايف الماتش جاي ازاي؟ هو احنا كده رايحين فين؟ خلاص تحت برضه انت راكب ايدك فين؟ مش معايا. المهم بس فطبعا الاجواء ساعتها فاحنا اتبهدلنا، حتى طلبنا من الاداره، قلنا لهم يسفروهم اي حته وما يجيبهمش على الماتش على طول. احنا اتبهدلنا بهدله عمرنا ما شفناها في حياتنا. ايه بقى البهدله؟ البهدله ان انت بتروح يعني احنا سافرنا بباص. اولا اول لما رحنا البلد ما لقيناش مكان نقعد فيه. تمام. رحنا زي بيقولوا عليه بنسيون، ولا ما كانش فيه اوض، مفيش اكل، مفيش الحاجات دي كلها مش موجوده. ومع كل ذلك لو احنا يعني شوف بعد حتى ما اتطردنا كنا كويسين، بس كنا ممكن نتعادل مثلا، او كنا نجيب جول، لان احنا ضيعنا برضه في ضيعنا، بس الملعب وحش قوي ما ساعدناش. بص الظروف، ما طبعا احنا صعبان علينا ان احنا رحنا مشوار وتعبانين فاهم، كان نفسنا نرجع حتى بجول. الحمد لله. فالحمد لله. شايف ان شاء الله كابتن ان شاء الله هنعمل في البطوله. والله ان شاء الله لان الماتشات اللي لعبنا عندنا 3 ماتشات في مصر ان شاء الله هيكسب كده. يعني ارضيه الملعب وطرد فتح لك كان له تاثير كبير على الفريق هناك في الجمهور. اكيد طبعا. بتلعب بلعيب ناقص من اول 20 دقيقه، بتلعب ساعه بتلعب ناقص، وغيرت حاجات كتير في الملعب. هاني رجع مساك ولعب عمر واسلام في نص الملعب، فحاجات كتير في اسلوبك اتغيرت، وحاجات كتير احنا كنا برضو عايزين نلعب على 3 بونت ونضغط من اول الماتش، والظروف ما ساعدناش اكتر، وكمان سوء ارضيه الملعب ما خلاناش نلعب الكوره اللي احنا بنلعبها. فبالتالي في حاجات كتير قوي احنا ما كناش ما حسيناش بيها لما رحنا هناك. وكمان في قبل الماتش بيوم في طريق قالوا ان هو بياخد حوالي من ساعه لساعه وربع، لقينا خد 4 وشويه، وطريق صعب جدا كله دوران كده. يعني ان انت ما ينفعش تمشي بالعربيه، اسرع حاجه ممكن تمشيها على طريق 30-35 كيلو. الموضوع كان صعب جدا. مباراه اورلاندو كانت شايفها ازاي؟ والله المباراه انا اعتقد سمعت، ما اتفرجتش على الماتش طبعا، سمعت ان هم كسبوا، بس عرفنا بعد الماتش ان هم كسبوا الاهلي 3 هنا في القاهره. فبالتالي اكيد فرقه تحترم، فرقه عندها 4 بونت دلوقتي، هي متصدره المجموعه على ملعبها الماتش الجاي. الموضوع مش سهل. المجموعه كلها فرقه قويه، فرقه محترمه كلها. ان شاء الله باذن الله الناس اللي كانت ناقصه ترجع لنا. خلاص احنا برضه الماتش اللي فات كنا عندنا على الدكه 4 لعيبه، ما كانش عندنا حضور كتير برضه مع احترام زينا. اعتقد ان الماتش اللي جاي هيبقى اضافه الناس اللي موجوده. الماتش ده كان موجود حالة مشكله، نزل الفرقه ومعاه الشوط الثاني، هو افضل طبعا الشوط الثاني زي ما الناس كلها كانت شايفه. احنا بنلعب 10 لعيبه، ان شاء الله اللعيبه اللي ناقصه ترجع لنا تاني، يكون اضافه لينا في الماتش اللي جاي، ونرجع ان شاء الله بالمكسب ان شاء الله من الافضل. موقف كابتن عبد الواحد وغيابه هو كابتن احمد حسن على المباراه. حاجه طبيعيه، مش حاجه كابتن عبد الواحد اللي انا اعرفه ان فيستو ما اتنسيتش، دي حاجه مش بيرضتنا احنا يعني، فدي حاجه طبيعيه، دي حاجه عاديه جدا بتحصل في اي حته. وبالتالي زي ما بقول لك ان شاء الله دي لما يرجعوا لنا هتبقى اضافه قويه طبعا. كابتن عبد الواحد كابتن النادي، احمد حسن كابتن مصر، خبره كبيره طبعا. فبالتالي ان شاء الله كل الحاجات دي اضافه لينا مع نور، مع صلاح، مع توفيق، مع الناس اللي غايبه دي كلها.
ان شاء الله يعوضوا الغيابات اللي حصلت غياب فتح الله وجعفر ان شاء الله الماتش الجاي. كابتن ايه؟ ليله ايه الفترة الجاية هتعملوا ايه؟ في ماتشات ودية ولا؟ او نعمل ماتش ودي يوم الاحد ان شاء الله. الماتش جه في يوم الاحد على طول؟ اسبوعين ايه الاسبوع؟ ده يوم 17 الجاي 10 ايام. الماتش ده وتعادل يفرق معانا برضه. ان شاء الله نكسب باذن الله، ان شاء الله نكسب ملعب كويس ان شاء الله. احنا كمان بس احنا كل الماتش اللي فات دوت كل حاجه كانت ضدنا، انما ان شاء الله الماتش اللي جاي باذن الله ان شاء الله باذن الله ربنا كريم ان شاء الله. يعني الملعب كويس والجو كويس ومفيش صيام والكلام ومشوار برضو مش صعب زي اللي احنا كنا فيه ده. ربنا يكرم ان شاء الله وملاعب انضف شويه يوم جاي ان شاء الله. بقول لك يا كابتن ازاي ما عملناش حسابنا ان احنا مثلا نخلي ورق علي فريق مع الاداري بتاعنا ووسط ما نجحناش في ده كنا نقدر نسجل. مش قصه كده، قصه ان اللعيب لسه بيزهق ولسه ونواه كويس، بس خد بالك يعني مش هتروح انت حاطه كده على مش احسن من مفيش يا كابتن. ها؟ مش احسن من مفيش. مش اسمها احسن من مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها يعني في اولويات كنا مشغلين عليها من بدري. عرف السايكل على ورق صح. شايف المباراة ازاي وانت هتكون راس حربة الوحيد في المباراة؟ صباح الفل يا كابتن. ربنا يسهل ان شاء الله. يلا محتاجينه قوي وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. دي اول مرة تكون راس حربة؟ صريح؟ لا لعبت قبل كده كتير في الحرس طبعا راس حربة وربنا يكرم يعني ان شاء الله. وكانت قبل كده برضه في نادي الزمالك قبل ما تمشي صح؟ وانا كنت على طول اصلا في الاساس راس حربة يعني. في الاساسي في نادي الزمالك. ان شاء الله يعني انتفاء الخير. شكرا جزيلا.